قومي بسرعة بقى هاتيلك بيضتين وضيفي عليهم معلقتين سكر كبار وقلبي كويس جدا، وهاتي نص كوباية لبن او نص كوباية مية حسب المتوفر عندك، ونص كوباية زيت او زبدة، ونص كوباية مية، وقلبي الخليط ده كويس جدا. نركنه بقى على جنب. نجيب كوبايتين من الدقيق ونضيف عليهم نص كوباية نشا، معلقة ملح، معلقة بيكنج باودر، معلقة فانيليا صغيرة. يلا بسرعة قلبي، ضيفيهم على بعض لحد ما يبقوا بالشكل ده مع بعض. بصي ده القوام بتاعهم المطلوب. يلا هاتي بقى مكنة الوافل ادهني بيها شوية زيت، هخليكي تعملي احلى وافل ما عملتوش قبل كده. العجينة دي بجد قوامها تحفة، وبتطلع معاكي وافل مقرمش وشكله بجد فظيع، وهيعجب الولاد قوي. بصي شكله عامل ازاي، بجد عاوز يتاكل. انا عايزه اقولك ان انا ما قدرتش اكمل الفيديو. بصوا اي صوص موجود عندك اضيفيه عادي، عندك صوص كراميل، صوص فراولة، عندك صوص شوكولاتة، سكر بودرة، اي نوع فاكهة بجد العيال هيحبوه جدا. ولو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعملي متابعة للقناة عشان يوصلك كل جديد، واكتبولي رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تصلوا على النبي. ايه رأيكم؟ شكله بجد تحفة. اي صوص موجود عندك حتى لو شوية سكر بودر، اي فاكهة، ايه رأيك؟ تحفة. الف هنا.